نتكلم على ماتش الاهلي والزمالك. مبروك جمهور الاهلي، مبروك لعيبه الاهلي، مبروك الجهاز الفني، مبروك مجلس الاداره. بس احنا زعلانين من كولر. ليه زعلانين من كولر؟ عشان بوظ علينا الماتش. بوظ علينا الماتش ليه؟ لان انت بتلاعب فريق فاضي. فريق فاضي المفروض تنزل بكل قوتك تدوس عليه، ما تدولوش الفرصه ان هو اللي يبقى مستحكم في الماتش، هو اللي بيضغط، هو اللي بيعمل، عشان خاطر انت عامل تغييره غلط في الماتش. ايه هي التغييره الغلط؟ ندفد تحس ان هو مش في مكانه، مش كامل، لياقته مش كامله، ما بيضغطش بقوه. وانا عندي بره احسن لعيب بيلعب 6 في الفريق. طب ايه اللي يجبرني ان انا اقعد استنى ده كله؟ ليه اقعد استنى 75 دقيقه يا كولر؟ هو انا مش شايف؟ طب سامي قمصان دوره ايه؟ خالد بيبو ما وجهوش ليه او ما اتكلمش معاه ليه؟ كان لازم الناس تفهمه، الناس تقول له في حاجه غلط. الواد نزل من هنا قلب الماتش، قلب الماتش، موجود على طول على الخط اللي ندفد ما كانش بيعمله. ندفد كان بيتمشى ماشي جنب عبد الله السعيد. انت كنت بتلعب على مين؟ كنت بتلعب على دونجا وعبد الله السعيد. دونجا فاضي فانت ما بتلعبش على عبد الله السعيد. فكان لازم ان حد يفوقه من بدري. ايه على الاقل ننزل الشوط الثاني يا راجل. نزل مروان نزل عمل فرق جول والتاني وخدت الكاس. وده يثبت ان انت كنت بتلعب فريق فاضي. لو هم فريق تقيل كانوا حطوا فيك جولين 3 مرتاحين مرتاحين. ومحمد هاني لحد دلوقتي ما بيتعلمش. بيلعب في المدرسه. ده ضربني فاقوم اضربه، ده خبطني فاقوم اخبطه، ده قرصني فاقوم اقرصه. ده هو ده محمد هاني النهارده. بيرسي تاو كان مغطي عليه كتير، مغطي عليه، بيدافع وراه وبيقطع من وراه، وهو ورامي ربيعه. وانا جايب باك يمين عشان اجيب 2 يدافعوا له؟ اما هلعبه ليه طيب ما دام انا جايب 2 يدافعوا له؟ النهارده اللي كان رايق وفايق كان الاثنين بتوع الدفاع، علي معلول، السوليه. ما ابداش بقى بقيه الفريق يفوق الا لما طلعت ندفد ونزلت مروان. الفريق بدا يفوق، بداوا يسلموا، بقوا يضغطوا، الواد بقى يضغط يمين ويضغط شمال، بيضغط عند الجون، هو السبب في الجون الثاني، عمل كل حاجه. فلا، لما تحس ان انت غلطت ومن التشكيله من الاول فيها غلطه ما تكبرش. يعني انت لو بتلاعب فريق بيخلص كان خلص عليك، ما كنتش هتلحق ترجع. احنا بقى فرحانين، فرحانين، خدنا الكاس، خدنا الكاس، بس زعلانين منك ان انت ما كنتش هنا، ما كنتش فايق. المفروض في ماتش زي ده انت بقالك كام يوم قاعد بتركز للماتش. لازمتها ايه التغيير الغلط؟ انت لو عايز 2 يلعبوا 6 في معاك في الفريق او 3 فهم ما فيش غيرهم. كوكا، مروان، ديانج، ندفد، السوليه، امام، كل ده بيلعب 8. فما تجيبوش تلعبوا 6. هو ما بيعرفش يلعب 6، ما بيضغطش صح، ما بيقطعش صح، ما بيروحش صح. تلاقيه مره بيلعب على العارضه القريبه شويه، على العارضه وسايب خط ال 18 فاضي. يا راجل يا راجل، هو ده يدل ان جوميز ده قاعد نايم برضه. خلي بالك، ما استغلش من بدري. انا لو شايف حاله الفريق اللي قدامي كده في خط النص كنت استغليت، طلعت واحد من العيانين، ان كان اوباما العيان ولا التاني دوت دونجا العيان، كنت نزلت ناصر ماهر قلبت لك الماتش. حرام والله، حرقت دمنا على الفاضي. قعدت لك 75 دقيقة دمنا. بص، آخر حاجة آخر حاجة يعني ما كان في 75 فيهم ما همش إلا شوبير، فده يدل إن هم كانوا بيلعبوا عليه. هو الوحيد اللي كان بيشوط، هو الوحيد اللي كان بيطلع. خلاص خلصنا الماتش فات، نخش بقى في اللي جاي. عندنا دوري، عندنا بطولة أفريقيا، عندنا حاجات كتير. مش هينفع إن أنت تغلط الغلطات دي في ماتش، ما ينفعش تتعوض.
مبروك جمهور الاهلي، مبروك عليكم الكاس 39. وده العادي ان احنا على طول بناخد الكاس في اوحش اوقاتنا، بنكسب اي حد في اي وقت، بس كنا محتاجين ندوس على وشهم مش اكتر. هتقول لي ما احنا كسبنا 2 بس انا مش مبسوط، ما انا راجل متضايق. احنا ما تعودناش على كده، ده احنا بنكسبهم 4 بالراحه بالراحه. ليه اموت الماتش وابوظه يا عم كولر؟ والله زعلان ومتضايق منك على الاخر. شكرا.